في وسط زحمة الدنيا بنجري طول الوقت، شغل ومذاكرة وضغط ومسؤوليات، وفجأة نحس اننا مقصرين، يا اما في شغلنا يا اما في نفسنا يا اما في عبادتنا. فهل التوازن معناه اننا نعمل كل حاجة في نفس الوقت، ولا اننا نعرف امتى نرتاح وامتى نشتغل وامتى نقف بين ايدين ربنا؟ في الفيديو ده هنتكلم ببساطة عن ازاي تخلقي توازن حقيقي ما بين وقت الراحة ووقت الشغل ووقت العبادة. فمن غير مقدمات كتيرة خلونا نبدأ في الفيديو. أول بوينت هنتكلم عنها وهو إنك تحطي النية في كل نقطة من النقاط دي. إيه هي النقاط؟ اللي هي الراحة والشغل والعبادة، وتديلها حقها لما يجي وقتها. وطبعا هنتكلم قدام عن إزاي أصلا تقسميها وتحطيها وهكذا. طيب يعني إيه أصلا نديلها وقتها؟ يعني تكوني مركزة فيها ومش شاغلة بالك بحاجة تانية وانتي بتعمليها. بمعنى وقت الراحة تكوني فعلا مرتاحة، سواء كانت الراحة دي بالنسبة لك تسكرولي في السوشيال ميديا، سواء كانت الراحة بالنسبة لك انك تقضي وقت اكتر مع نفسك، ايا كان منظور الراحة بالنسبة لك. فمش عايزاكي وقت الراحة تفكري في الكم الهائل اللي متراكم عليكي مثلا، او في الشغل تكوني مثلا وليكن بتذاكري بايد والايد التانية بتفتحي تيك توك، او مثلا وقت الصلاة تسرحي وانتي بتصلي وما تكونيش اصلا مركزة في الايات او الصور اللي انتي بتقوليها. لا، انا عايزاكي تدي كل واحدة حقها بانك تركزي فيها. طب ازاي اصلا اركز فيها؟ بصي يا ست البنات، في كل فترة من دولت وليكن مثلا الشغل بما فيه المذاكرة، ازاي تركزي فيها؟ اللي هي المذاكرة يعني شوفي الحاجات اللي بتشتتك فيها، مثلا الموبايل. خلاص معنى كده ان وقت المذاكرة انا هرمي الموبايل بره الأوضة، او مثلا انك مراكمة حاجات كتيرة قوي، فبالتالي لما تيجي تذاكري مش بتعرفي، فبتحسي بتوتر وتشتت ومش بتبقي مركزة على اللي بتذاكري فيه. فده يودينا لنقطة تانية، اشوف ازاي الم المتراكم واعمل جدول وامشي عليه حسب الخطة. فبالتالي مش هيكون قدامي غير اني امشي باللي مكتوب واسعاله، وربنا بإذن الله هيعني في الفترة دي. طيب كده خلصنا الحاجات اللي بتشتتك. بوينت 2، شوفي الحاجات اللي بتساعدك تركزي اكتر. فمثلا ترتبي مكتب مذاكرتك بحيث انك تهيئي لنفسك الاجواء للمذاكرة، او تشتري نوت بوك جديدة لو عندك الميزانية بحيث تشجعي نفسك على المذاكرة وهكذا. نفس الموضوع مع كل نقطة من دولت، سواء جانب راحة او جانب العبادة او جانب الشغل. فلو مثلا نيجي لجانب العبادة في نفس النظام، جهزي لبس صلاتك قبل الصلاة ب5 دقايق بحيث انك تكوني مستعدة اكتر للصلاة، وتحسسي نفسك انه انا داخلة على حاجة فعلا مهمة دلوقتي ولازم اركز فيها. نيجي لأساس الفيديو ده ولعنوان الفيديو ده، ازاي نوازن ما بين فترات الراحة والشغل والعبادة. هبدأ بجانب العبادة، عشان العبادة هي اللي هتساعدك تنظمي وقتك، هي اللي هتساعدك تديري وقتك، لأن أفضل طريقة ترتبي فيها وتنظمي فيها يومك وهو العبادة. طب ازاي؟ ركزي معايا قوي في النقطتين دولت. هنقسم يومنا ل4 فترات، فترة من بعد الفجر للظهر، وفترة من بعد الظهر للعصر، وفترة من بعد العصر للمغرب، وفترة من بعد المغرب للعشاء، وفترة من بعد العشاء لوقت النوم. انت كده ربطتي أفعالك اليومية وأشغالك بالعبادة وتنظيم الوقت. فالخطوة التانية محتاجة منك بعد كل صلاة أو بعد كل صلاة فجر تحطي في كل فترة من ال4 فترات دولت الحاجة اللي انت محتاجة تعمليها في الوقت ده. مثلا فترة بعد الفجر أو من بعد الفجر للظهر هتبقى فترة شغل، بحيث ان انا هبقى في المدرسة أو الجامعة أو حتى الشغل. وفترة مثلا من بعد الظهر للعصر برضو هتبقى فترة شغل، عشان مثلا ممكن ابقى لسه في الجامعة او لسه في المدرسة او هذاكر او هيبقى عندي دروس او حتى مش هكون لسه خلصت شغل. وفترة مثلا من بعد العصر للمغرب هتبقى فترة راحة افصل بيها ما بين الشغل اللي في الصبح والعبادة اللي هتبقى بعد المغرب. وفترة من بعد العشاء لوقت النوم هنا مثلا ممكن اخليها فترة شغل بحيث اذاكر اللي انا اخدته، او مثلا ممكن تبقى فترة شغل وراحة في نفس الوقت. فمثلا هتنامي الساعة 10 والعشاء بتأذن مثلا الساعة 7، فانتي من 7 ل9 هتذاكري، ومن 9 ل10 هتعملي السكين كير روتين بتاعك وتاخدي شاور مثلا واي حاجة انتي عايزاها. فما فيش مشكلة لو في فترة هتعملي حاجتين من ال3 نقط في نفس الوقت. اهم حاجة انك تفصصيهم كده وتحددي هتحتاجي تعملي ايه في الفترة دي. لازم تعرفي يا لولو
ان كل نقطة تنجحي فيها من ال3 نقاط دولت مرتبطة بال2 التانيين. فعشان تنجحي في الشغل لازم لك ترتاحي عشان تشحني طاقتك، وعبادة عشان طبعا ربنا يوفقك في الحاجة دي. ولو مثلا بتدعي ربنا على حاجة معينة وده طبعا يعتبر عبادة، فمحتاج منك سعي اللي هو الشغل وراحة عشان تشحني طاقتك. نفس الكلام مع الراحة، عشان الراحة تكون صحية لازم لك شغل وعبادة، فبحيث تكوني بترتاحي بعد الشغل وتكوني بترتاحي في آخر اليوم كمكافأة. فما تخليهاش أول اليوم، أو ما تخليش بالأصح الراحة أول اليوم، عشان كلنا عارفين هينتهي بينا الأمر لإيه. خليها في نص اليوم أو آخر اليوم بعد ما تنجزي المهام بتاعتك. تاني بوينت أو تاني نصيحة، لازم تعرفي إنه هتيجي عليكي أيام غصب عنك هتركزي على نقطة أو نقطتين وتسيبي الباقي، ودي حاجة طبيعية جدا. ففي أيام الامتحانات هتضطري غصب عنك تدوسي على نقطة الراحة وتركزي على العبادة والمذاكرة اللي هي الشغل. أو مثلا أول يوم في الأجازة هتسيبي نفسك ترتاحي من الشغل يوم وتكوني مركزة على جانب الراحة والعبادة. فعادي جدا، أهم حاجة إنك ما تأهمليش جانب العبادة. حتى لو معرفتيش تقرأي القرآن، حافظي على صلاتك، فهي صلتك برب العالمين ومفتاح نجاحك ناحية حاجات كتيرة قوي، دي لو ما كانتش كل الحاجات. وفي الآخر حابة أقولك هتيجي عليكي أيام هتغلبك ضغوطات الشغل، وأيام تانية جسمك هيحتاج راحة أكتر، وأيام تانية هتحسي إنك مقصرة ومش قادرة تعملي كل حاجة، وده طبيعي جدا. المهم إنك تبقي فاهمة وعارفة من كل ده إن التوازن رحلة عمرها ما كانت لحظة واحدة بس، وإنك دايما بترجعي تاني. فخلي بالك وعمرك ما تقطعي صلتك بربنا، لأن العبادة هي الثبات من اللخبطة دي كلها. فادي كل حاجة حقها لما يجي وقتها، ولو وقعتي يوم عادي مش مشكلة، قومي تاني. ربنا بيشوف نيتك ناحية الشغل ده والحاجة دي والمجهود اللي انتي بتحطيه، وبيبارك حتى في القليل لما يشوف صدقك في الحاجات دي. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو من كل قلبي، ولو في اي نقطة في الفيديو انا ما وضحتهاش قوي اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم كلكم. و thank you so much for watching، واشوفكم في الفيديو الجاي.